بصي يا ستي، بالنسبة للزيت أنا ما حبيتهوش ومش برشحه، لأنه هو ولا هيفيد ولا هيضر. أول سبب بالنسبة لي إنه ما كنتش بحب ريحته. تاني سبب بالنسبة لي، إحنا بنستخدم الزيوت ليه يا جماعة؟ لحالتين: يا إما علشان خاطر دهان للشعر، يا إما حمام زيت. هو ما ينفعش حمام زيت. ليه؟ عشان ده أغلبه زيوت معدنية، فمش هتفيد الشعر بحاجة. هي آخرها تقفل على الترطيب، تحبس الترطيب في الشعر بعد الشاور. يعني مثلا شعرك تخليه مندي وبعد كده تحطي منه نقطتين، عشان زي ما قلنا دهان يحبس الترطيب بس. او مثلا تحطي ليف ان وتقفلي عليه بالترطيب. سواء بقى كحمام زيت زي ما قلت لك مش هيكون مفيد، سواء بقى كدهان للشعر بالعكس انا حسيته بينشف شعري. يعني حتى ما كانش بيرطب شعري، وانا اصلا تحتيه كنت حاطه ليف ان. بحس ان شعري مش حابه ريحته، وكمان مش مديله ترطيب. يعني جربت حاجات كتير تاني كانت احلى من كده. طبعا لو مناسب معاكي اكيد جربيه، لانه طبعا بيختلف من شعر للتاني يعني. لكن انا ما كانش مناسب معايا. بالنسبه للهير ماسك اللي هو في اكياس، انا بالنسبه لي انا جربتهم كلهم، الفروق بينهم مش كبيره. اكتر واحد فيهم حبيته اللي هو كان لونه اخضر، اللي كان تقريبا بالصبار، كان اقوام شويه في الترطيب، بيسلك الشعر وكل حاجه. بس جربت حاجات من ايفا كتير احلى منه، وجربت حاجات في الفئة السعرية دي عموما أحلى من الهير ماسك ده تحديدا. فعشان كده أنا بالنسبة لي مش هكرره تاني. في ناس تاني أنا بشوفها كاتبة عنه كلام رائع يعني، ومش معنى كده إن هما كدابين، بس جايز يكون مشي مع شعرهم هما. فأنتي الأفضل دايما شوفي حد تكون أغلب منتجات شعره بتمشي معاكي أنتي كمان، وامشي على نفس الحاجات بتاعته. لو مناسبة معاه في الغالب بتطلع مناسبة معاكي، لو مش مناسبة معاه في الغالب هتطلع برضو مش مناسبة معاكي.